الشعب يريد إسقاط النظام. عبارات كثيرا ما رددها الشبان في المظاهرات، وكثيرا ما بحت الأصوات وأثرت على الحنجرات، لكن هناك أمر أنه لا يمكن لهذه الفتاة أن تصدح بصوتها في الساحات، فأبت إلا أن تعبر عن سخطها الشديد ونقمها الكميد على ذلك النظام بليونة من أصابعها، لترسم لنا أجمل اللوحات وتعبر عن أفكارها بقلم وحبر وفرشاة، وكما سلكت طريقا فنيا تخدم فيه ثورتنا العظيمة. نعم، بالنسبة إلى هذه الصورة ماذا تعني لك؟ منذ أن بدأت ثورة الحرية والكرامة لم يعد الأمان والاستقرار في سوريا منذ أن بدأ بشار يسعى إلى قمع ثورتنا، فهذه الحمامة لن تكون في سوريا ما دام بشار فيها يقتل ويقهر. نعم، وبالنسبة إلى هذه الصورة طبعا هنا كوفي عنان يحاول عبثا أن ينجح خطته، لكنه لن ينجح ما دام بشار يقتل في شعبه ويخلط الدم في الماء. نعم. من الذي يمسك ماذا تعني هذه الصورة؟ يمسك شعرا من؟ هنا الشعب السوري طبعا الذي سيجعل نهاية بشار هكذا إلى مزبلة التاريخ وهي قليلة عليه. نعم. بالنسبة إلى هذه الصورة أثارت إعجابي، بأي ظرف كتبتها؟ ماذا تعني لك؟ منذ بدأت المبادرات العربية والدولية لكي يمسكوا بزمام الأمور في سوريا، فالمبادرة العربية فشلت، وقد بسبب النظام وخطة كوفي عنان فشلت وستفشل أيضا بسبب النظام والمراقبين الدوليين، وهكذا طبعا لأن متأكدين أن ستأتي بعدها مهل كثيرة. نعم. وهذه الصورة طبعا هنا في البداية كان أسد، اعتبرناه أسد العرب، لكنه في النهاية كان زرافة، وبعدها بطة، فماذا سيكون لاحقا لا ندري. هناك قنبلة فتنة طائفية مكتوب عليها، ماذا تعني؟ هنا طبعا النظام يسعى أن يشعل الفتنة الطائفية في سوريا، ونحن شعب وحدوي، الثورة لنا جميعا، لا نسعى للطائفية، فقط نسعى للحرية والكرامة. هناك قنبلة طبعا صفر، ماذا تعني هذا؟ هنا ساعة الصفر الذي اقترب موعدها جدا لكي نرسم بها نهاية بشار. نعم. هناك خلف الكواليس صورة. نعم. طبعا هنا عندما بدأت مشاركات في مجلس التصفيق، مشاركات في الانتخابات، طبعا هذه جريمة بحقنا لكل من شارك في هذه الانتخابات المزيفة. رخصة قتل، ماذا تعني روسيا هي من تعطي رخصة القتل للنظام السوري لكي يقتلنا لمصالحها طبعا لا أكثر، فلا نستطيع التعليق أصلا عليه لأنها عديمة الإنسانية. نجد هذه الطاولة فارغة والكتب مرمية على الأرض، ماذا يعني هذه الصورة؟ طبعا هنا لما بدأ النظام لعبته في أنه سيحاور، بدأها في البندقية، فأي حوار يتحدث عنه. نعم. هذه الصورة عبارة عن الأيدي، ماذا يعني؟ هنا لم يستطع العرب ولا تركيا ولا أمريكا أن يمسكوا بزمام الأمور للأزمة السورية، فما زالت تحول، يعني لم يستطيعوا أصلا يمسكوا بها ما داموا بهذه الأفكار. سوريا في مخلب وحش، صورة عجيبة، ما هذه؟ طبعا هذه يد النظام السوري في حزب البعث، أنه يعصر سوريا دما ويحرق قلوبنا، هذا ما يفعله حتى الآن ولا يستطيع أحد إيقافه. إلى متى؟ هنا العالم والمجتمع الدولي بشكل عام الذي يدور في دائرة لا ندري متى نهايتها، يدور ويدور ويبحث عن الطريق لكنه لا يجده، فإلى متى سنبقى إلى هذه الحال؟ طبعا صمتكم يؤلمنا ويقتلنا ويجرحنا بشدة. فهنا مثلت العرب بشكل عام في هذا الرجل العجوز الذي يقف عاجزا وسوريا تحترق ولا يستطيع حتى الحراك لكي يطفئ هذا الحريق. خزنة ويد ممنوعة، ما هذه الصورة عجيبة. طبعا هذه خزائن الشعب التي هي لنا بعد أن نفذ بشار بكل ما لديه ليقمع ثورتنا، أتى إلى خزائننا
فلذلك اعلم أن الرصاصة التي تقتل فيها أنت تدفع ثمنها الآن. نعم جزاك الله خيرا. طبعا نحن باقون ولن نركع، باقون حتى لو احتلوا الساحات، باقون حتى لو قطعوا أيدينا، باقون لو قلعوا لنا الحنجرات، ونحن على العهد سائرون. جزاك